اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. عاملين ايه في البرد ده؟ ان شاء الله يا حبايبي كده الشتا ده يعدي علينا وعليكم على خير بإذن الله يا رب، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. تعالوا ندفي بقى نفسنا بايه. جبنا كرومبة كده وجبنا شوية حاجات، رحنا السوق، يعني رحت السوق. بصراحة أنا بحب أروح السوق يعني آخر النهار. هي الحاجة بتبقى حلوة كلها موجودة طبعا في الشتاء، يعني الشتاء طبعا زي ما انتوا عارفين بتنزل الحاجات كلها، يعني حتى الخضرة بترخص شوية وكله. فقلنا ايه انزل بقى على اخر بقى، يعني مش اخر النهار، على عصري كده يعني ما بحبش انزل بالصبح او انزل في متأخر بالليل، هو في الشتاء بنزل العصر كده. لقيت بقى ما شاء الله، يعني السوق الحاجة موجودة فيه زي ما هي، زي ما كان الحاجة لسه منزلينها، بس الحاجة بتبقى هديت شوية يعني في السعر وكده. جبت خس وجبت ملوخية، 4 حزم ملوخية والله ب10 جنيه، شايفين؟ ملوخية زي الورد، والله العظيم ما شاء الله عليها، حلوة كأنها لسه طالعة جديد، يعني وناشفة ما فيهاش مية ولا مزملقة كده، ولا من الحاجات اللي بتبقى فيها مثلا مش نظيفة، لا، لقيتها زي الفل. جيت أجيب 4 حزم، خدتهم ايه ب10 جنيه. وجبت نعناع وجبت جرجير زي ما انتوا شفتوا. جبت برضه شوية نعناع، خدتهم كلهم منها، يعني كانت ست قاعدة كده قلت لها هاتيهم كلهم عشان انا ايه بحب انشفهم. غسلتهم ونشفتهم عشان ولادي بيحبوا يشربوا النعناع في الشتاء بالشاي وكده. وتلات حزم 3 وحدات خاص برضو جبتهم دول ب10 جنيه التلاتة. وجبت معاهم حزمتين جرجير وكده، يعني خدتهم بال10 جنيه كلهم، يعني 3 حزم 3 وحدات خاص و2 جرجير. بصراحة يقولك خدي يعني خلاص السوق كده خلاص، يعني المغرب هيجي عليهم فعايزين يبيعوا الحاجة وكده. وجبت ايه بس ما لقيتش كزبرة، بقيت غير واحدة بس عشان طبعا هنعمل محشي. وجبت 4 حزم ما جبتش، يعني كنت عايزة اجيب بقدونس وكزبرة وكده فما لقيت غير شبت، جبت 4 حزم شبت. وجبت طبعا ايه الكرنباية اللي انا رايحة اصلا عشانها. بصراحة ما عملتش كرنب، يعني اول مرة اعمله في الشتاء، ما عملتوش قبل كده عشان كنت تعبانة طبعا زي ما انتوا عارفين وكده، ومنها بقى هيلف الحاجة والتخضيع وكده، وكتفي وجعني والعدم اتزان اللي عندي طبعا فيه، فما كانش ينفع ان انا اعمل محشي خالص. فجبت الكرنباية دي برضو، دي ب30 جنيه، قالت لي 30 جنيه، اخر النهار خدتها ب25 جنيه. والقوطة حلوة برضو، القوطة كيلو ونص كيلو وربع ب10 جنيه، يعني الكيلو ب8 جنيه. انا جبتهم 3 كيلو، نقيتهم لقيتهم حلوين، خدتهم 3 كيلو. كنت عايزة اجيب تاني بس ايه طبعا انا يا دوبك نقيت الحاجة دي وركنتها كده جنبي، واتصلت بابني يجي خدها بالمكنة وكده. وهنخلل معاكم برضو ايه شوية خيار، وجبت لفت برضو عشان بصور الله برضو الحاجات تحت الشتاء، لا جبت الكرنب ولا كنت جبت اللفت، يعني الناس يمكن كذا مرة يعملوا لفت، انا اول مرة اعمل اللفت برضو في الشتاء ده. فالحمد لله. الخيار ده ب10 جنيه والله، وخيار صغير يعني ما شاء الله حلو، مش كبير. وجبت كيلو بتنجان نعمل مسقعة، نقلي مع حبة فول نقليه، احنا بنحب البتنجان يعني عامة. ماشي يا حبايبي، ما تنسونيش بقى حبايبي باللايك بالله عليكم، يعني اللي وصل لغاية هنا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك بالله عليكم يا حبايبي، يا رب ربنا يكرمكم ويرضيكم يا رب ان شاء الله. يا رب اللي يعمل لي اشتراك كده ربنا يكرمه ويرضيه يا رب، ولايك وتنسوا. بس وجبت البتنجان ده طلعوا كيلو ونص، قلت لها ما تشيليش خلاص، لا ولا هاتي واحدة صغيرة ولا بتاع، خلاص الكيلو ب8 جنيه، خدت كيلو ونص. وجبت بقى برضو ايه اللفت عشان ولاد، يا ماما اعملي لنا لفت، يا ماما كل سنة بتعملي على طول. قلت لهم ماشي ربنا يسهل بس، وانزل وكده ونجيب كل حاجة ان شاء الله. جبت اللفت ده برضو بالكيلو، برضو بتقول الكيلو ب5 جنيه، خدت الكيلو وقلت لها 3 كيلو ب10. جبت 6 كيلو ب20 جنيه. حلو يعني اللفت. انا قلت لها ما تقطعيش العروق على الاخر، انا بحب بخلي حتة عرق كده من فوق، بحب اسيبها، انا بحب العروق المتخللة دي، بيبقى طعمها حلو والله. وجبت بنجر طبعا عشان ايه برضو ايه حزمة بنجر، قالت لي دي ايه ب5 جنيه، قلت لها هاتيها 2 كبار حلوين كده عاديين وواحدة صغننة.
روحوا يا حبايبي السوق بصراحة حلو يعني في الشتاء بصراحة غير الصيف خالص يعني. في الشتاء بيبقى ما شاء الله كل حاجة موجودة وحاجة كتيرة والخضرة. يا لهوي على النشفان السنة دي اللي احنا شفناه في الخضرة في الصيف. بصراحة الخضرة كانت غالية جدا في الصيف ومش حلوة، بس الحمد لله. فالبسلة هناك نزلت والقلقاس وحاجات كتير حلوة يعني هناك. والكرومباية دي والله أنا فرحت لما جبت كرومباية عشان أنا نفسي في الكرومبا أصلا يعني. بس يا حبايب قلبي جبنا شوية الحاجات دول إيه. طبعا هننضف الحاجة دي كلها، وننضف أول حاجة الخضرة كلها وأشيلها بس. وبعد كده هنخش على إيه، هندخل على إن شاء الله على المخلل الخيار. هنبدأ بالمخلل الأول عشان الكرومباية طبعا مش هينفع تتعمل دلوقتي يعني اليوم اللي أنا جبتها فيه، لأ هعملها تاني يوم بقى وأصحى كده عليها هي على طول بقى، ما لسه مش هنزل السوق ولا بتاع. أنا دايما أحب أجيب الكرومبا قبلها بيوم، يعني اليوم اللي أنزل فيه ما بعرفش أعمل الكرومبا بصراحة. لا بس هنا كان في حد بيكلمني سرحت شوية بعرفش بتقول لي ايه، بنتي كانت قاعدة جنبي بتتكلم معايا بتقول لي اخيرا جبت لفت. ما بقول لك يعني انا بحب العرق ده بسيب حتة كده عشان ايه بحب اخليه. هنا حطيت ال3 كيلو خيار زي ما انتوا شايفين اهو، غسلتهم يعني غسلة حلوة تحت الحنفية كده، بفتح عليها المية وبسيبه شوية برضو في المية عشان بيبقى فيه ساعات حتة طينة او رملة كده بس. وحطيت المية تغلي، ما بحطش الخيار يعني هو بتغلي، لا انا هطفي عليها دلوقتي اهو، طفيت عليها وهسقط فيها ايه، هسقط فيها الخيار كله لغايه ما تبرد خالص. هي اول ما هتبرد هيديني ايه، اللون اللي المصفر دي بقى. هو مثلا اخليه بالليل اعدي تاني يوم تالت يوم الصبح اكون ايه، لو عايزين نفطر بيه لو جبنا فول وطعميه وكده ممكن نفطر بيه عادي يعني طالما حطيته في الميه السخنه. بصوا الجو تلج مش ايدي بتلمس الميه. بنتي تقول لي ماما هو انت ايدك بتلبس الميه دي بتلمسها مش حاسه بالسخونيه؟ بقول لها والله لا يا بنتي اطرافي حاساها مجمده، ما بنزل السوق اطرافي من قدام بحسها كلها مجمده ومنمله معرفش ليه، وضوافري بتتوسخ بس بينضف كله بعد كده عشان انا بنقي الحاجه بتبقى فيها طينه وفيها حاجات يعني وكده الخضره والحاجه. بس الحاجة حلوة في السوق مزهزهة كده وما شاء الله مورده والله الحاجة، حتى القطة بتنزلت وكده. أول ما تنزل بقى خلوا بالكم يعني إيه اللي عايزة تشيل اللي قولوا معايا القوطة، أول ما تلاقيها نزلت بقت ب5 وكده على طول تشيلي، ما تستنيش علشان دي ملهاش كبير القوطة دي، فجأة تلاقيها عليت تاني. القلقاس والبسلة أنا بشيلهم في شهر واحد، في شهر واحد بشيل الحاجة يعني. بجيب القلقاس بتاعي فرنزه انا بستعمله لغايه دلوقتي والله موجود عندي في التلاجة لغايه دلوقتي البسله والقلقاس، انا ما اشتريتش يعني. بس بصراحه الحاجه ما بتبقى عندك يعني بتبقى حلوه بصراحه بتريح يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصوا والله ايدي بحط الميه بسقطها عادي في الميه السخنه بس كده. هنسيبه لغايه ما الميه تبرد، هو الميه بردت يبقى هو كده خلاص هيصفر كله معاكي دلوقتي. انا بقول لك يعني ايه، باكله تاني يوم على طول تالت يوم على طول. ودخلت كمان بالمرة سبت الخيار على بال ما يبرد وكده، وبعد كده ماسكة قلب اللفت كله في الحوض انضف، وبعد كده لميته كله، وبعد كده رجعته حطيته في الحوض تاني طبعا غسلته كله غسلة ايه، لميت الطينة ولميت الحاجات اللي طلعتها. هنا انا بشرب الدكتور لما كشفت على ركبي، بقول لكم ركبي وجعني والله قال لي اشربي اعملي شاي اخضر، ودايما اشربي شاي اخضر كتير عشان ينزل ايه وزنك يعني. مع ان وزني مش كتير، انا 85 او 90 كيلو يعني مش معديه الحمد لله، بس برضو يعني جسمي بيتقل وركبي بتوجعني في الشتاء بالذات بتزيد اكتر عشان الرطوبه طبعا يا حبايب قلبي. بصوا انا نضفته اي حاجه فيها طينه وكده نضفتها، وانا زي ما قلت لكم بحب اسيب العرق يا حبايب قلبي. اوعوا تنسوا اللايك اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك بالله عليكم. نفس القناه تكبر شويه كده واعدل المرحله بتاعت المشاهدات اللي هم عايزينها دي عشان كده يعني زي ما انتوا عارفين اليوتيوب لازم. ربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم ويرضيكم يا رب ويراضي الكل ان شاء الله يا رب باذن الله يا رب في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. بس والله قول يا رب وربنا بيكرم والله. هنا كنت غسلت يا حبايبي البطرمان الكبير ده كان فيه ليمون غسلته، وكان فيه كام ليمونه كده طلعتهم وغسلته. والبطرمان ده اللي كنت بخلل فيه الشطه الفلفل المكسيكي
خلينا ناخد اجازه منه شويه بقى عشان في لفت دلوقتي. الخيار ما بخليلوش كتير، يعني لما بلاقيه رخيص قدامي بجيبه بصراحه. لو لقيته غالي في بيبقى 20 و25 ما بجيبوش، يعني ما بجيبش اخلله. نزل 10 8 جنيه بخلله. هما كلهم بيبقوا 3 كيلو مثلا ب30 جنيه، بس ولادي بيحبوه يعني. احنا عامه بنحب المخللات، انا بحب المخللات، يعني انا مدمنه مخللات. بحب اخللها في البيت، ما بحبش الحاجه الجاهزه اللي بره وبتبقى مش مضمونه. بقطعي اللفت يعني خليها تخينه شويه، ما تخليهاش خفيفه، عشان الخفيفه بتدوب، ممكن ما يقعدش معاكي، بيتهري يعني. انا بقطعها ايه تبقى ماسكه نفسها شويه. وعندي القطاعه دي اللي بقطع بيها دي، كنت جايباها ب20 جنيه. دي كنت معرفش دلوقتي يقول لك بيت ب50 جنيه ولا بكام، الله اعلم. والبنجر قطعه ايه، بقطعه دواير دواير، هينزل معاكي اللون اكتر. لكن بالطول ما بينزلش اللون بسرعه، يعني هو بينزل عامه كله بس ده سريع. هادي يا حبايبي، وهنعبي البطرمانات دي على خير ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية بعد ما طبعا طلعت منها الحلة دي، طلعت منها قلت بدل ما اغسلها شطفتها كده بس، وغليت فيها المية ايه اللي انا مية المحلول، يعني المحلول بتاع المخلل. وايه الشطة دي اللي انا ايه عملتها معاكم. هناخد معلقتين صغيرين كده، مش يعني مش كبار قوي، على حسب ما بتحبي، ممكن بتحبيه حراق حطي يعني. هناخد معلقتين كده وندوبهم مع كيسين ملح، كيس الملح الصغير، كيسين ملح ومعلقة سكر واحدة حطيتها. وحطيت ايه 3 معالق خل. 3 المعالق الخل دول مش والله الخل مش بيبوظ الحاجة والله، طب يحفظها. والسكر برضو ايه مادة حافظة. مع ان الخير هيخلق، يعني الخير ما بيقعدش كتير عندي، يعني ما بيكملش. عيالي بيمسكوا كانوا ايه بالهنا والشفا، يعني كانوا تسالي. او كيسين من الملح من ده بس. والمية الحلة دي بتاعتي أنا بعمل فيها المخللات، يعني هي معياري. بنتي بتاكل بقسماط، بتوريكوا البقسماط. جابت لي بقول لها هاتي لي طبق ومعلقة. بس كده حطيت الخل، حطيت 4 معالق. يا ربي معلش يا حبايبي، ده ابني كان معدي جنبي بقول له اكون ظهرت، بقول له لا ما ظهرت، ما تخافش، ما ظهرتش ما تخافش. كان بالليل الكلام ده، يعني كان رحت جبت الحاجة، وعلى بال ما جيت وكده اتغدوا وكده، عملت الغدا بسرعة وكده، عملت حاجة سريعة كده. وايه عملت المبكبكة، المكرونة اللي بتتقلب كده بالقوطة وكده، اسمها مبكبكة. بتبقى حلوة يعني، فيها الصوص بتاعها وكده. بنسيب فيها يعني صوص شوية كده بالقوطة، وبنحمر جنبها شوية بطاطس وكده. فولادي بيحبوها دي قوي. بس يا حبايبي كده وخلصنا اهو، وعبيت البطرمان ده، وعبيت البطرمان اهو. وادي المخلل بتاعنا. انا يعني بحب اللفت قوي بصراحة في الشتاء. بس كده يا حبايبي، بوريكم الخل، بقول لكم حطيت 4 معالق خل. وهنقفلهم قفلة حلوة كده، ونسيب اللفت بقى ايه 5 ايام. 5 ايام بالظبط، وطلعي كيلو منه على طول. لكن لو خففتيها هما 3 ايام. لكن طالما انا عاملاها سمك حلو كده، عاملاها ايه بيقعد 5 ايام على بال ما يستوي. المخلل اللي حبايب الخيار ده لا خلاص، هو يوم والتاني وكل على طول. عشان انا طبعا ايه حاطاه في المية السخنة. لو في المية العادية من غير ما تحطيه في المية السخنة، بياخد 3 ايام 4 ايام زي كده، وعلى طول بيتاكل. وادي حبايب المخلل بتاعي. يا رب الفيديو ان شاء الله ينول اعجابكم ويعجبكم. يا رب حاجتي اللي بقدمها لكم تعجبكم يا رب ان شاء الله. وربنا يكبر بخاطركم جميعا ويرزقكم يا رب، ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا حبايب قلبي. ما تنسونيش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك بالله عليكم، قناة الامل يا حبايب قلبي. مع الف سلامة.